السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة شيري. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا هعمل ريفيو عن أنواع الحلل الألمنيوم والستانلس والتيفال اللي موجودة عندي ورأيي فيها بعد الاستخدام وإيه جودتها. طبعا الفيديو ده بيبقى مهم لكل ست بيت حابة انها تجدد او عروسة بتجهز وبتكون محتارة، عايزة تشتري حاجة تكون جودتها حلوة واسعارها كمان مناسبة وحاجة تعيش معاكي، لان الحاجات ديت مش المفروض انها تبقى استخدام سنة او سنتين او 3 وبعدين ارميها. لا، الحلل ديت بتبقى استخدام عمر، يعني بتعيش معانا بالسنين. طبعا كنا زمان بنشتري بالأطقم، كانت الأسعار رخيصة وفي متناول الجميع. لا، دلوقتي الأسعار بقت غالية، فممكن تشتري بالحلة وتشتري حاجة تكون جودتها عالية، أسعارها تكون مثلا متوسطة أو أعلى شوية من المتوسط، بس حاجة هتعيش معاكي ومش تلتزمي إن انت تشتري طقم كامل وانت مش محتاجة إن انت هتستخدمي فيه، يعني مش محتاجة إن انت تستخدميه كله. لا، أنا أشتري على قد استخدامي، بس أشتري حاجة نظيفة وتعيش معايا. طبعا الألمونيوم والستانلس والتيفال دول من أهم الأنواع اللي لازم تكون موجودة عندك في المطبخ، على الأقل يكون موجود عندك منهم نوع أو اتنين. طبعا أنا هبدأ بأول حاجة الألمونيوم، لأن هو أهم حاجة تكون موجودة في المطبخ. كل جدودنا كانوا بيستخدموا الألمونيوم على مر السنين. أجود أنواع الألمونيوم اللي موجود في السوق الدهان ألمونيوم خام صافي، هو ألمونيوم من جوه وستانلس من بره. شكل الحلة شيك، كمان اسعارها مناسبه للجميع، يعني اسعارها متوسطه، مش غاليه قوي ومش رخيصه قوي. ميزه الدهان ان هو متوفر في كل المحلات وكمان بيتباع بالقطعه، يعني ممكن تشتري طقم كامل وممكن تشتري بالقطعه بالمقاسات اللي انت عايزاها. كمان في الصواني، برضو في صواني اللي هما بيبقى طقم على بعضه، ممكن تشتري صينيه فرداني، بيبقى في صواني منه بالغطا شكلها شيك جدا. كمان ممكن تشتري منه اللي هي الصواني الكبيره اللي مقاس 38. نيجي بقى ل6 اكتوبر. 6 اكتوبر برضو من الالومنيوم الحلوة اللي بتعيش، انا عندي بقى لها 17 سنة. بس هو 6 اكتوبر بيتباع طقم على بعضه، فانا جبت منه الصواني، بس جبت التلاتة في بعض، جايبة اللبانة وجايبة الكازارولا. عايزة اقول لكم ان هي دي استخدام 17 سنة، الالومنيوم بتاعها حلو جدا واسعاره كمان متوسطة. نيجي بقى للالومنيوم زهران. ألمونيوم زهران برضو هو ألمونيوم خام صافي، ألمونيوم من جوه وستانلس من بره. بس هو أخف شوية من الدهان، يعني بالنسبة للسمك الحلة أو الصينية، لا الدهان أتقل، وكمان في الأسعار الدهان أغلى. زهران أقل شوية، بس زهران بيبيع الحلل طقم على بعضه، فأنا جبت منه الصواني وبجيب منه مثلا قوالب الكيك أو قوالب الكب كيك، الكريم كراميل. بجيب منه القلاية، ده شكل قالب الكيك بعد الاستخدام. هو خفيف شوية بس كويس، يعني مش وحش. ودي القلاية بتاعتي، هي برضو ألمونيوم من جوه وستانلس من بره. صراحة أنا في أي حاجة بحب أدخلها الفرن أو أقلي فيها، بحب إنها تكون ألمونيوم لأنه بيوزع الحرارة كويس. نيجي بقى للستانلس. أنا عندي ستانلس 99 الحربي، من أحسن أنواع الستانلس المصري اللي موجود في السوق. عندي بقاله 17 سنة، يعني عايزة أقول لكم دي شكل الحلة بعد استخدام 17 سنة. انا جايبه منه طقم، يعني جايبه منه ال30 ال28 ال24 وال16. جايبه منه القلايه، ما جبتش الا كده، يعني كنت جايبه بالحله. ميزه 99 الحربي انه بيتباع بالحله وبتتباع طقم، انتي بتجيبي على حسب احتياجاتك. بصراحه هي حله بتعيش. بعمل فيه كمان الرز، بعمل فيه المحشي. اهم حاجه ان انتي توطي عليه النار وما تعليش النار مره واحده عشان الحله ما تتلسعش معاكي. ده القاعده بتاعتها من تحت سميكة ألمونيوم عشان تستحمل درجات الحرارة. طبعا أنا بغسله وبدعكه بالسلك، بينضف وبيلمع وبيبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين. أهم حاجة عشان حاجتك تفضل حلوة وانتي تحسي ان هي على طول جديدة، انك تغسليها كويس وتهتمي بيها. الحلل سواء ستانلس أو ألمونيوم أو تيفال مش لازم أعلي عليها النار مرة واحدة، خصوصا لما تبقى جديدة، لازم أخلي النار هادية. نيجي بقى للتيفال. هتستخدمي حلة تيفال لازم تبقى زهران في التيفال. بصراحة الحلل بتاعته جودتها عالية جدا. كمان ميزة التيفال بتاع زهران انه بيتباع طقم كامل او بيتباع بالقطعة.
كمان بيعمل عروض علشان التيفال عنده غالي طبعا، اقل حله مش اقل من 400 450 جنيه، فعلى طول بيعمل عروض على التيفال بتاعه. ممكن تشتري بقى، بيبقى فيه عروض تشتري حلتين مثلا ومعاهم صينيه او قلايه، تشتري بالحله. ده بيبقى على حسب ما انت عايزه، وعلى حسب انت محتاجه ايه في المطبخ، وعلى حسب كمان الفلوس. كل واحد بيشتري حاجته على حسب احتياجاته، على حسب متطلباته. ده شكل الحله من تحت. طبعا لازم تحافظي على الحله، تغسليها بليفه ناعمه، تستخدمي الاسباتولا وانتي بتقلبي، او خشب، بس الاسباتولا افضل طبعا. عشان زهران غالي انا بشتري الحلل زهران، تيفال زهران، لكن الطاسات والصواني بشتري تروفال. تروفال اسعاره حلوه جدا، متوسطه في متناول الجميع، كمان خاماته كويسه ونظيفه. ده شكل الطاسه من تحت. اهم حاجه بس ان انت تحافظي عليها، واي حله ما تكونش فيه التيكت بتاعها، او طاسه ما يكونش فيه التيكت بتاعها من تحت علشان ما تتلسعش. اهم حاجه ان الطاسه بتاعتك ما تكونش لسه طافيه عليها النار وتحطيها تحت الحنفيه، لان ده غلط، بيقولوا انه بيبوظ التيفال. تستني ما تبرد، تغسليها برضو بليفه ناعمه وتنشفيها، وبين الصينيه والصينيه او الطاسه والطاسه تحطي ورق الجرنان او الكرتونه بتاعتها علشان تحافظي عليها وما تتكحتش لما تتحط فوق بعضها. بصراحة أنا بستخدمهم حلوين في الصواني وفي القلايات وفي الطاسة. يعني استخدام تروفال حلو قوي. برضو أنا أنصح أي واحدة بتجهز أو أي واحدة عايزة تجدد تجيبه، بيبقى معمول عروض على الأطقم وأسعاره في متناول الجميع. نيجي بقى لنوفال. نوفال سيء جدا جدا جدا. الحلة ديت أنا استخدمتها مرتين 3، ودي شكلها بعد الاستخدام قشرت على طول. وزي ما قلت لكم انا بحب احافظ على حاجتي، يعني كنت بقلب بمعلقه خشب او بسباتولا، طبعا بغسل بليفه ناعمه جدا، بس للاسف هي بتقشر على طول. انا منصحش اي واحده انها تجيب نوفيل. وده الفيديو بتاعي، ويا رب يكون الريفيو عجبكم واستفدتوا منه. ويا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.